بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبشر إذا رأيت هذه الرؤى فيها بشرى بمفاتيح الفرج لك إذا رأيتها، فيها فرج لك بعد ضيق أو كرب أو تعب كنت تعاني منه. تعالوا نرى إيه هي هذه الرؤى. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تفسير أحلام مع الأستاذ عزيز السمري. أهلا بك يا أستاذ عزيزة. اهلا وسهلا. لو أول مرة تشوف قناتنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك في قناتنا. حلقة النهاردة هنتكلم عن رمز جميل جدا وهي مفاتيح الفرج في المنام. مفاتيح هتغير حياتك. أي حد لو شاف أي أحلام من دي فهي أحلام مبشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. هنتعرف بيها معاكم مع الأستاذ عزيز السمري. مفاتيح الفرج في المنام يا أستاذة عزيزة. إيه لو انت حلمت بمفتاح فجأة كده جيت معك مفتاح او حد اعطاك مفتاح او وجدت معك او حد عطى ليك، فمن الرؤى الجميلة جدا اللي بتدل لو انسان طالب علم برفع على مكانه ليه في العلم وعلى العلو، ولو انسان يعني مثلا او بتدل على تقدمه في العلم، لو انسان بيتمنى رزقه والرزق ضاع منه فبتدل على عوض ليه وخير قادم ليه وعلى سعاده ورزق قادم ليه. ولو واحد بيعاني من قرب وتعب في امور حياته والامور مسدوده فبتدل على مفتاح للفرج لمن في ضيق او بدايه جديده في حياه الرؤي كما قال ابن سيرين، لان هنا في الرؤيه دي من الرؤى الجميله جدا والله اعلم. والله أعلى وأعلم. الرؤية اللي بعدها بعد ذلك إذا كنت يا ابني يا حبيبي أو يا حبيبتي في الرؤيا واجد روحك إن أنت يعني صابر على بلاء، أنت عايش وصابر لله. فأنا ابن سيرين بيقول إن الصبر هو الرضا بقضاء الله وبقدره تعالى. فإذا وجدت نفسك في الحلم صابر فمن الرؤى اللي بتدل إن ربنا هيعوضك خير وهيرزقك والأمور الشهور القادمة فيها سعادة، لأن الصبر مفتاح الفرج يا حبايبي. يعني أحد مفاتيح الفرج الصبر. لقيت نفسك في منام عندك قوة صبر وتحمل ما شاء الله. الرؤية جميلة جدا. إذا كنت أنت بتعاني من تعب أو ضيق في الرزق، لو إنسان يعني بيعاني من تعب أو ضيق في الرزق وحاسس بكرب في حياته وواجد روحه في الرؤية برضو إيه صبر على هذا الكرب وهذا الضيق وهذا التعب اللي بعاني منه، أو بعاني من مرض وصابر، أو بعاني من أي شيء وصبر وترك الأمر لله، دي بدل على إيه يا حبايبي؟ بدل على السكينة والهنا والروحة، وبدل على مفتاح من مفاتيح الفرج، وإن مفاتيح السعادة قادمة، وإن كان بيتمنى أمر ربنا هنجح في كل شيء يريد. الرؤية اللي بعدها الرؤية اللي بعد ذلك رؤية موت شخص في الحلم. يعني انت لقيت شخص فجأة كده مات في الحلم بس الشخص ده مجهول، دي بيدل عليه طبعا الموت بغير حياة الإنسان يا حبايبي من انتقاله من حال لحال آخر لدار الآخرة، ودار الآخرة أفضل من دار الدنيا. فدي بيدل على مرحلة جديدة في حياة هذا الشخص، بتبقى تفسيرها في الحقيقة جميل جدا. الإنسان مثلا لو ناوي يعمل مشروع وأموره كانت معطلة يبقى هنا بيدل على انتقال حالة لمشروع وإن في فرج وفي مفتاح وعوض من الله سبحانه وتعالى، وبيدل على العوض وعلى السعادة وعلى تغيير أمور حياتها الأفضل والله ما أعلم. شاء الله تبارك الله. الرؤية اللي بعدها تفكيرك في المنام بشيء تتمناه في الحقيقة، يعني انت بتتمنى شيء في الحقيقة ورأيت شخص اللي انت بتتمناه ببشرك ان انت بتتمناه ده هيتحقق انه قادم. دي بيدل على ايه يا حبايبي؟ بيدل على زوال الهم، وبيدل على الفرج وتفريج الكرب، وبيدل على استعادة الحقوق. لو انسان ضاع منه حق فربنا هيعوضه يبقى على عوض قادم ليه، وزوال المتاعب والفرح والسعادة. ما شاء الله تبارك الله. الرؤية الثانية الرؤية الثانية إذا كنت أنت مريض في الحقيقة يعني ونايم على الفراش المرض انت ومش بتقدر تقوم من مكانك، بس ووجدت روحك في المنام او وجدت نفسك بتقوم من الفراش وبتمشي وانت اصلا في الحقيقه عيان وما بتقدرش تمشي، بس المرض بتاعك اصلا في الحقيقه عيان وما بتقدرش تمشي، بس المرض بتاعك مش ميؤوس منه. انا لازم اوضح لو مرض ميؤوس منه ليه تفسير اخر، لكن لو مرض يعني في امل في شفائه بس الامل بعيد. وجدت روحك في الرؤيه ان انت بتمشي ولا ازاي وليه انا بمشي وانا اصلا مريض مش بقدر امشي. فمن الرؤى اللي بتدل على ايه؟ على الفرح وعلى السعاده وعلى الشفاء، بس بشرط الا يكون مرضك خطير جدا وما يقوس من شفاء. رؤى جميله جدا. يا رب يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. الرؤية الثالثة الرؤية الثالثة يا حبايبي إذا رأيت روحك أو أي أحد رأى روحه أمام القمر أو أخذ من نوره وشاف القمر منور وباخد من نوره كده ويحط على جسمه أو النور سطع عليه، فدي من الرؤى الجميلة جدا اللي هي بتدل على إيه؟ على الفرج، بتدل على العوض من الله سبحانه وتعالى وعلى السعادة.
يعني ايه، فبتبقى من الرؤى الجميله جدا والله اعلم. نهاية حلقتنا النهارده نشكرك يا استاذه عزيزه، انا اشكركم متابعين على حسن المتابعه. لو لسه بتشاهدوني لعند اللحظه دي فشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.